اذا كنت حاب تبطل البورن وفشلت اكثر من مره، ركز معايا لانه راح نقول لك 3 صفات لازم يكونوا عندك ولا لازم تزرعهم فيك، لانهم هما اللي راح يخلوك تبطل البورن ولا اي عاده مش مليحه حاب تبطلها. اول عاده واللي هي قوه الاراده. وش هي قوه الاراده؟ هي القدره انك تحوس دير الحاجه ما تديرهاش. هي العضله العقليه اللي تخليك تحبس روحك. كي مخك يبدا يقول لك يلا اخر مره برك اليوم نديروها اليوم برك، واخر مره ما نزيدش نعاود، يلا اليوم اخر مره برك ما نزيدش نعاود، اخر مره برك، اخر مره اليوم برك. شي شغل هو الخط الدفاع بينك وبين العادات اللي تدمرك. منين تجي هذه قوه الاراده؟ هي مش حاجه تزيد بيها ولا تولد بيها، لا، هي حاجه تنميها بالممارسه. كما اي عضله، كل مره تشد روحك على حاجه تحوس عليها، كما البورن، كما الجانك فود، السكر، الافلام، المهم حاجه تشد روحك عليها حتى لو كان رغبه صغيره. كما هكا راك تقوي في ارادتك العصبيه، يقولوا لها السيلف ريجريشن تريننج، وهو مثبت باللي يزيد لك نشاط الفص الجبهي ولا البريفرونتال كورتكس، اللي هو الجزء الامامي من المخ تاعنا اللي متحكم ولا اللي يتحكم في القرارات والانضباط. تخيل معايا انت راجع للدار تعبان كاره، شد تليفونك اليوم برك اخر فيديو برك اليوم نشوفه وخلاص. هذه اللحظه راح يبدا نظام المكافاه في دماغك ولا الدوبامين سيستم يخدم، لانه كاين نظامين راهم يمشوا في وقت واحد. النظام الاول اللي هو النظام البدائي ولا العقل الحيواني تاعنا، وهدفه الاساسي هو البقاء والمتعه الفوريه. هدفه الاساسي البقاء والمتعه الفوريه، ما يعرف لا مستقبل لا هدف لا والو. صاحبي هذا ديريكت يدخلك في حياة تكون تتبعه، ما يفرق بين حاجه تفيده ولا حاجه تضره، ما والو. هو يعرف حاجه فيها المتعه يروح، ما فيهاش متعه يبعد. كاين المتعه يروح ديريكت صح. والنظام الثاني اللي هو النظام الواعي ولا العقل العقلاني، وهذا هو الجزء اللي يميز الانسان على الحيوان، والمسؤول على التفكير في المستقبل، على القرارات اللي راح تديرها وعلى العواقب، والوعي بالهدف. سما هو شغل، هو الجزء اللي يميزنا على الحيوان. هذا هو النظام اللي دقيقه اللي تقول فيها خلاص هذا اخر فيديو، راح نشوف فيديو واحد برك هو اللي راح يقول لك اصبر، هذا واقيلا راح يخليك تندم بعد، هذا راح يدير لك هذا راح مش هذه حاجه مش مليحه راح تديرها. هو المسؤول على هذه الافكار اللي راح تجي. هذو زوج انظمه يدخلوا في صراع لحظي. الدماغ البدائي ولا العقل البدائي ولا العقل الحيواني يحوس على المتعه دركا صاحبي، يحوس على بورن، جونك فود، جيمز، سكرولينج. هو هذا اللي يحوس على هذه الحاجه، المتعه الفوريه. والنظام الثاني ولا الفص الجبهي اللي يجي من قدام، هو اللي يحوس يخليك انت هو المسؤول على حياتك، يحوس يخليك انت القائد مش عبد، يحوس يخليك انت الواعي. اللي يفريها بيناتهم ولا اللي يفصل بيناتهم هي الاراده صح. كل مره تشد روحك على حاجه تحوس عليها راح تقوى الاراده. تشد روحك على حاجه تحوس ديرها ولا حاب ديرها، كل ما راك تقوي في الاراده تاعك. فقوه الاراده لقيتها عند اغلب الناس ولا كامل الناس اللي تنجح في كسر الادمان تاعها، يا اما في البورن، يا اما في لادروغ، يا اما في الدخان، يا اما في الجيمز. لازم يكونوا عندهم هذه الصفه اللي هي صفه الاراده ولا قوه الاراده. فقوه الاراده لقيتها باللي عند كاع الناس اللي تنجح في كسر الادمان تاعها. صعيب انك تلقى واحد مثلا جيمر مازال يتكيف، مازال ياكل اكل غير صحي، مازال يسكرولي، مازال ما عندوش انضباط ومبطل بورن. تقريبا مستحيل صاحبي، مستحيل تلقى واحد كيما. ثاني حاجه اللي هي الانضباط ولا الديسيبلين، هي انك دير الحاجه اللي لازم تديرها حتى وانت ماكش حاب. مش كي تكون موتيفي ولا متحمس، لا، كي تكون كاره، كي تكون تعبان، كي تكون ماكش حاب. والاراده والانضباط مش كيف صح. الاراده نقدروا نقولوا عليها كيما ليسونس في السياره، راح تكمل مش راح تطول. الانضباط هو المحرك ولا الموتور في روحه، سما يمشي حتى ولو كان بنزين ولا ليسونس ناقص ولا قليل. سما الاراده هي اللي راح تخليك تبدا ريجيم، لكن الانضباط ولا الديسيبلين هو اللي يخليك تكمل حتى بعد 10 ايام كي يكونوا كاع اصحابك ياكلوا في البيتزا انت تكون مكمل. لانه الانضباط هو احترامك لنفسك، لانه كل مره تلتزم في حاجه وعدت روحك بها راح تبني ثقه في روحك، والبنادم اللي عنده ثقه في روحه يقدر يدير اي حاجه. ثالث حاجه اللي هي الماسكولينيتي والبيربس ولا الهدف، لانه الرجال اللي ما عندهمش هدف واضح هما اكثر عرضه انهم يكونوا مدمنين على البورن. لانه دائما اذا انت عندك هدف في حياتك راح تولي مركز على الهدف تاعك، راح يشغل يشتك مش يشتك، راح شغل مش راح يخليك تهتم في حاجات اخرى ولا تلهى في حاجات اخرى. راح تولي مركز على البيت تاعك برك، لانه مش راح يكون عندك وقت اصلا انك تتفرج بورن ولا حاجه. راح تولي شغل داير الهدف تاعك في راسك، راح يولي شغل مشتك، راك فاهم؟ مش راح يخليك تفتح بورن، راح يكون مشتك الهدف تاعك، لانك تحوس تحقق الهدف تاعك في راسك. لانه كاين مقوله تقول لك a man without purpose is a slave to pleasure، معناها انه الراجل اللي ما عندوش هدف راح يولي عبد للشهوات تاعه. لانه صاحبي زوج حاجات اذا تلموا، الملل والفراغ، هذو هما افضل بيئه للادمان. لانه اصلا بدون هدف حتى واذا بطلت بورن راح تبدله بادمان اخر، يا اما اكل، يا اما محتوى تافه،
تافه، يا اما العاب يا اما دخان، راح تبدله بحاجه واحده اخرى اذا كان عندك فراغ. اما لازم تملي هذاك الفراغ بالهدف تاعك، لازم تحط اهداف تخدم عليهم لانهم هما اللي راح يخلوك راجل. وما يكونش اهداف تاعك تافهين صح. حوش نجيب ايفون جديد، ايفون جديد. ما يكونش هدف تاعك تافه، ولا انه نجيب كونت جديد، النيفو تاعو ولا الليفل تاعو 80. ما يكونوش الاهداف تاعك تافهين صح. خلي اهداف تاعك اهداف تاع رجال، مثلا انك تبني الجسم اللي راك حابه، انك تتعلم مهارة جديدة او لغة، انك تكون مستقر ماليا ولا عندك حرية مالية. تسمى الخلاصة واش انه الارادة هي اللي راح تخليك تبدا، الانضباط هو اللي راح يخليك تكمل ولا تستمر، والهدف اللي هو راح يخليك ما تحبسش ولا ما تستسلمش. تسمى لازم يكونوا هذون الصفات ثلاثة فيك تنميهم. حوس تبطل بورن صح، ازرع هذون ثلاث صفات فيك، لانه بلا بيهم كل مرة راح تقول غدوة راح نحبس، غدوة راح نحبس، اليوم اخر مرة وما نزيدش، اليوم اخر مرة وما نعاودش، وتعاود نفس الغلطة. تسمى من اليوم ابدا تنمي في هذون الصفات فيك. واذا كنت تحب المحتوى اللي كيما هاك دير لنا ابوني صح. والسلام عليكم.